يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للشهادة. نحكيو اليوم على جزيرة جميلة تعرفت بجمالها وهي وجهة السياح، وكيف تزورها لازم تمشي في البطاح. نحكيو اليوم على جزيرة قرقنة الفينيقية والمعروفة بالسياحة الإيكولوجية. اللي يزور قرقنة يمشي في باله مدينة، أما هي أرخبيل من مليتة لولاد قاسم لولاد يانك وسيدي يوسف والرملة والعباسية. قرقنة جزيرة ثرية بالآثار الرومانية. البحر يحكي لك حكايات وممكن تكون قصص وروايات، وبحر قرقنة يحكيولك على المصيد وأنواع الحوت وخاصة القرنيط. في قرقنة القرنيط عنده رمزية وهو حاضر في أغلب الأكلات الشعبية. غادي تتبنن الكسكسي بالقرنيط سر اللمة. وقرقنة تقول حلمة مدينة جميلة وعاداتها في الذاكرة ديمة، وهوني توارخ الأجداد تتعاود في قصص وروايات، واحنا نهار راح علينا في سيدي رمضان حكايتنا تزهينا.